وصفتنا النهاردة هنعمل أوراق الدجاج الكريسبي المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهقولك ازاي تطلعيها مستوية من جوه بالشكل ده من غير كمان ما تسلقي الوراك. معاكم أسماء. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشتراك علشان يوصلك أي جديد. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل الطريقة دي ازاي. اول حاجه طبعا عندنا هنا الاوراق بتاعتنا طبعا تكون غسلينها ومنضفينها كويس، وبعد كده هنحط هنا معلقه صغيره من بودره الثوم والبصل والكاري، وهنحط كمان معلقه صغيره من الملح، وهنحط هنا 3 معالق كبار من الخل علشان تطرى معانا. طبعا لو الوراك بتاعتك دي جايباها انت طازه طبعا هتحتاجي انك تخرميها كده بالشوكه او بالسكينه تفتحيها كده علشان التتبيله تدخل من جوه. طبعا الخطوه دي هنعملها قبلها بساعتين، يا تعمليها قبليها بليلة كاملة. هنتبلها كده كويس، وبعد كده طبعا بعد ما تبلناها كويس هنسيبها لمدة ساعتين علشان نكمل باقي الخطوات. كمان مننساش هنحط معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، هنسيبها كده لمدة ساعتين. الخطوة التانية ان هنجيب كوبايتين من الدقيق، بعد كده هنحط لهم معلقة طبعا صغيرة من الملح، وهنحط معلقتين كبار من النشا، وهنحط كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان الخليط بتاعنا يبقى هش كده ومتبقاش العجينه مكتومه معانا. هنقلب الخليط ده كويس كده. الخطوه التانية جاهزه معانا. طبعا الكوبايتين دول هنقسمهم كده شويه في طبق، والباقي كمان هنحط له نزود له كده كوبايه، حوالي كوبايه من الميه او كوبايه ونص من الميه. الخليط طبعا مش عايزينه يبقى سائل جدا معانا ولا تخين قوي. هنظبط كده التتبيله بتاعتنا. طبعا لو حابه تحطي بهارات هنا في الخطوه دي براحتك، بس احنا حطينا بهارات كتير قوي في الوراك فمش هحتاج ان انا احط بهارات كتير. دي طبعا الخطوتين دول جاهزه معايا. بعد كده هنا عندي كيس فيه جيتار، ده اختياري هنحطه طبعا في التتبيله اللي هنغلف بيها، اختياري. لو عندك ماشي، لو مش عندك خلاص ما تحطيش. هنجيب هنا الوراك بتاعتنا طبعا هنحطها الاول في الخليط بتاع العجين، هتسقطيها بالشكل ده تغلفيها كده كويس. بعد كده هنحطها في خليط الدقيق والفيجيتار، هنغلفها كده كويس. اهم حاجة تغلفيها. بعد كده طبعا هنكون مجهزة طاسة يكون فيها زيت سخن معانا، الزيت يكون سخن بتاعنا، بس اهم حاجة تغلفي كده كويس الوراك بتاعتك. وفي طاسة يكون فيها زيت سخن كده غزير زي ما انتوا شايفين، وهننزل بالوراك نكون غلفناها كده كويس. طبعا هتعملي الكمية بتاعتك كلها، هنحط كده كمية اللي احنا محتاجين نحطها، وبعد كده هنحطها على نار متوسطة. اهم حاجة النار تبقى متوسطة معاكي في الاول علشان الوراك تستوي كويس من جوه. ما ينفعش تبقى النار عالية جدا، هتاخد طبعا من بره تحمر معاكي بسرعة وهتلاقيها من جوه مش مستوية. اهم حاجة نهدي النار كده شوية شوية، وبعد كده بعد ما تمسك معانا بعد كده هنعلي النار عليها، وهنبتدي طبعا نقلبها كده من الجنبين لحد ما تاخد لون معاكي وتستوي. طبعا خلاص كده جهزت معانا ومستوية طبعا من جوه، واخده طبقه من بره مقرمشه وحلوه. هنقدمها طبعا بألف هنا وشفا. وطبعا الطريقه زي ما انتم شايفين سهله جدا وبسيطه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. يلا باي.